كيف أكون موقنا؟ أول شيء بالتفكر. مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى حكاية على إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله جل وعلا جعل آية التفكر عنوان اليقين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم يعني كل واحد مننا محتاج أجندة، كشكول يتكتب على القلب، ما بيتكتبش على الأوراق، بيتكتب على صفحات القلوب بمشاهد وأحداث وأحوال تجعل عنده اليقين بالله رب العالمين. يقين. فهل أنت واثق في الله؟ هل أنت واثق في حسن اختيار الله؟ لو كده عمرك ما هتبتلى بابتلاء وهتقول ليه كده يا رب. عمرك ما هتجد في قلبك أدنى اعتراض، لأنك واثق موقن بحسن اختيار الله لك. سترفع رايات الرضا، سيظهر على كلامك بلسم التسليم والتفويض والرضا بقضاء الله وقدره. ذاق طعم الإيمان، طعمه حلو. ذاق طعم الإيمان من رضي. فستجد عند الابتلاء وعند المحن وعند الإشكاليات وعند الصراعات ستجد قلبك يقول: أحبه إلى الله أحبه إلي. اللي ربنا يحبه لي أنا حبه.